في كل مدرسة يوجد طفل يبدو هادئا، لكن داخله عالم من الحزن. كان يجلس وحده يراقب الضحكات من بعيد ويتمنى لو كان جزءا منها. كلمات قاسية ونظرات سخرية جعلته يشعر أنه مختلف وأنه غير مرغوب به. ومع كل يوم يمر كان صوته يختفي أكثر وثقته بنفسه تتلاشى بصمت. لكن في زاوية قريبة كانت هناك عين ترى ما لا يراه الآخرون. قلب صغير اختار أن يشعر. اقتربت منه بابتسامة صادقة ويد ممدودة لا تحمل سوى اللطف. وعندما عاد التنمر من جديد لم تصمت، وقفت بشجاعة وقالت: كفى. الشجاعة ليست في السخرية من الآخرين، بل في حمايتهم. والقوة ليست في إضعاف غيرك، بل في أن ترفع من يسقط. عندما تدخل الكبار تعلم الجميع درسا مهما: أن الكلمات قد تجرح، لكن الاعتذار يشفي. وفي لحظة صادقة تحول الحزن إلى أمل، والوحدة إلى صداقة. تذكروا دائما: قد لا نعرف ما يخفيه قلب شخص ما، لكننا نعرف جيدا أن كلمة طيبة قد تصنع فرقا كبيرا. كونوا لطفاء، فالعالم يحتاج إلى مزيد من القلوب الشجاعة.